سأل عن مصافحة المرأة الأجنبية وعن كشف المرأة عن حجابها أمام إخوان زوجها. أما بالنسبة لمصافحة المرأة الأجنبية فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء بايع الرجال مصافحة، ولما مدت إحدى النساء يدها قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وبالتالي لا ينبغي للرجل أن يصافح المرأة. وإذا كان الإنسان دخل أحيانا على طبيبة، وربما بعض الإخوة الذين يدرسون في الخارج بعض الطلاب ربما دخل على يعني المدرسة أو على الهوم ستي الذي هو معهم، اللي هو العائلة التي هو معها ونحو ذلك، فربما مدت المرأة يدها. فأنا أشير عليه بأنه إذا يعني دخل أنه هو من البداية يضع يده على صدره ويقول مثلا good morning how are you نحو ذلك، فهي في الغالب ستفعل مثله وتقول fine thank you ويمشي الموضوع. أما أن يدخل وينتظر حتى هي تمد يدها ثم يقول يا شيخ أنا أحرجت فمددت يدي، لا ينبغي في الحقيقة التساؤل مثل ذلك لما فيه من الفتنة. يعني مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ومسه لجسدها، وربما يعني انجذب قلبه إليها بنعومة يدها وملاستها وما شابه ذلك. والله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالأصل أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه المصافحة. أباح بعض أهل العلم المصافحة إذا كانت المرأة كبيرة في السن ولا تشتهيها النفوس، وقالوا إن الله تعالى لما ذكر الحجاب قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فما دام أن الله تعالى أباح للمرأة الكبيرة في السن التي لا رغبة للرجال فيها ولا فتنة فيها ولا تقبل عليها النفوس، ما دام أن الله تعالى أباح لها أن تتخفف من حجابها، قال بعضهم ما دام أبيح لها أن تتخفف من حجابها لعدم الفتنة بها فلا بأس بمصافحتها عند ذلك، وذلك لأن العلة من تحريم المصافحة خشية الفتنة، والفتنة مأمونة في مثل هذه المرأة. هذا كلام بعض العلم وهو كلام قوي. كانت المرأة كبيرة في السن جدا وعجوز يعني ومدت يدها فصافحها المرء الأجنبي عنها، أباح ذلك بعض أهل العلم بناء على أن الله تعالى أباح لها أن تضع من ثيابها، وبالتالي لأمن الفتنة منها، وبالتالي تؤمن الفتنة أيضا في ملامستها. والشابة لا ينبغي مصافحته. وهذا تفصيل آخر لبعض أهل العلم وهو قول قوي حقيقة. وإن تجنب الإنسان المصافحة عموما للمرأة الأجنبية عنه فهو أولى.